بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في البداية دعواتكم لأهلنا في فلسطين، دعواتكم لأبائنا وأمهاتنا وإخواننا اللي توفاهم الله، ربنا يجمعنا بهم في جنات النعيم، ودعواتكم لكل مريض بشفاء العاجل بإذن رب العالمين. يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. منتظر تعليقاتكم طبعا على كل الموضوعات اللي بنتكلم عنها، والزمالك تاه يا ولداه، وقضايا الفيفا نازله ترف على دماغهم، والغرامات والفلوس، كأن مش واحد بس، كأن ناس كده قعدت تدعي رب العالمين ان النادي ده يجي ارض يعني. ويبدو ان ده اللي بيحصل يعني، من مشلاك لنادي ايك السويدي، ولسه موضوع عمر فرج كمان مخلص. ده قصص وحواديت وحوارات. خليكم معانا، اوعى تروح في اي حته، مش هتقدر تغمض عينيك مع نادي الزمالك يتحدى الملل. نبدا قبل اي شيء مع تهنئه النادي الاهلي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني النادي الاهلي كل يوم بطولة. لسه من كام يوم، من يومين، كنا بنحتفل بالنادي الأهلي كرة الطائرة دوري المرتبط، والنهاردة كرة اليد للسيدات. فريق النادي الأهلي للسيدات بيتوج بكأس السوبر المصري على حساب نادي الشمس. كل التوفيق للنادي الأهلي بإذن رب العالمين، ومزيدا من البطولات. كوارث جديدة يتحملها مجلس إدارة نادي الزمالك. لو خالد الغندور بيقول لو، واحنا كلنا عارفين ان لو حرف شعبطة في الجو، لو حرف شعلقه في الجو. بيقول لك ايه خالد غندور؟ والله خالد غندور ده لو يعني القرار طالع من الفيفا وبيقول لك لو، والشائعات بتطلع من خارج النادي الاهلي ومن الاعلام، ويقول لك لازم النادي الاهلي يتخذ موقف، والاهلي وهيبه الاهلي، والواد جايب لي وعروض خارجيه، ونقعد نفتي في حاجات فيها قيل وقال واحتمالات وربما وحيث أن مش إن وأخواتها، ولا إن وحيث أن لكن القرار لما يكون طالع من المنبع، من الأصل، من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يقول لك لو هذا الكلام. يعني بيلوم على استحياء خالد الغندور. بيقول لك خالد الغندور كوارث جديدة يتحملها مجلس الإدارة في موضوع عمر فرج. لو الكلام ده حقيقي ورسمي. لا يا أخي، ده الكلام ده بس كان بيتكلم على موضوع عمر فرج. طب ما بالك مشلاك فردة الكاوتش ضربت يا معلم. انا مش عارف اسمها ايه، مشلاك ولا اسمها ايه، مش عارف. ضربت الكاوتش، فردة الكاوتش ضربت. يقول لك لو هذا الكلام صحيح. طب بس كده؟ مفيش دمروا نادي الزمالك، مفيش شوهوا سمعة نادي الزمالك، مفيش القضية ال11 بتاع عمر فرج، ومشلاك القضية ال12، ولسه طبعا هم هياخدوا وقتهم يستأنفوا شوية حبشتكنات يعني نادي الزمالك هيعملها. لكن ده بس اللي طلع من طلع بيسموها، طلع ايه، طلع من قلعك، ولا ما اعرفش بيقول لك ايه يعني، طلع من، يعني ده اللي انت قدرت عليه. تمخض الجبل فقلت هذا الكلام خلوه ده. لكن امام عاشور النادي الاهلي لازم، الاهلي لا عامل نفسه مش واخد بال، وامام عاشور هان يا عمي الزمالك قضايا قيد، وسمعه نادي الزمالك والكره المصريه في الاتحاد الدولي لكره القدم سيئه للغايه. لا، ما هو لو الكلام ده صحيح بس كده، مفيش مطالب للمجلس ده انه يمشي، مفيش مطالب للمجلس ده انه يحل المشاكل دي، مفيش مطالب للمجلس. غرقتوا نادي الزمالك وخليتوه متلتل بالديون. ما تحلوا؟ فين رجال الاعمال؟ فين الخرم اللي انت تقول اقدر امشي بالمركب عم؟ بس كده ما علينا. طب ايه القصه بقى؟ نادي اكس السويدي ليه مستحقات. نادي اكس السويدي ده اللي جاب منه نادي الزمالك اللي لعب عمر فرج. تعاقدوا مع عمر فرج، وجه ما لعبش مباراه او اتنين، السنه اللي فاتت راحوا مطلعينه اعاره
خلص الاعاره، والنادي اللي راح له ما حبش يجدد الاعاره فرجع تاني في نادي الزمالك. المدير الفني يانيك فيريرا قال لك مش عايزه، خليه يتدرب شويه منفردا كده، وبعدين قال لك تعالى، ومش عارفين هو فين دلوقتي، هل هو بيتدرب، هو هيشتكي نادي الزمالك، هيشتكي، والعقد بتاعه برضه يتخطى المليون جنيه، يعني مليون دولار مش مليون جنيه مصري يعني. فالزمالك اشترى اللاعب من نادي اكس سويدي وما دفعش، ما دفعش. فنادي ايك السويدي وضع طبيعي بيطالب بحقه في اللاعب، تقدم بشكوى ضد نادي الزمالك الاتحاد الدولي لكرة القدم. قال لك غرفة أوضاع اللاعبين بالفيفا بقى قررت أحقية نادي إكس سويدي بالحصول على $1,100,000 بالإضافة إلى 5% فايدة من شهر يوليو 2025. يوليو 20 السنة اللي فاتت، فايدة من السنة اللي فاتت. فايدة إيه؟ من السنة اللي فاتت. بسبب إيه؟ إنهم ما دفعوش المستحقات الخاصة باللاعب. كمان الزمالك هيغرم $25,000 تكاليف الإجراءات أمام الفيفا. الزمالك دلوقتي داخل في 3 مليون 3 مليون في دي مستحقات ومديونيات على نادي الزمالك. الزمالك قدامه سنة أو 2 أو 3 على ما يفك القيد، لو مش ما هو مش هيدفعها. اللعيبة كل سنة اللعيبة بتطلع، والزمالك عليه فلوس للعيبة ومستحقات للعيبة. حلو، هتدفع مستحقات ولا هتحل القيد؟ وبعدين قضايا القيد بتاعت نادي الزمالك مستمر، يعني مش مثلا احنا وصلنا 10 وقفل على، لا ده لسه ابراهيم نضاي، ولسه في لعيبه تانية هتخرب مجلس ده خربها خلاص يعني. مش بس كده، قصه طبعا انتوا عارفين ان مشلاك اشتكى نادي الزمالك ومشي من نادي الزمالك. اما عروض عليهم اشرف بن شرقي، فقال لك اشرف بن شرقي بلا كلام فاضي من ده، روح لمين؟ روح لمشلاك. راحوا ميالين على نادي الوحده السعودي وقالوا له يابا الحاج احنا علاقتنا بيكم جيده، بس ادونا اللاعب بقى من غير حاجه، او ادونا اللاعب يلعب معانا شويه، والله يعني الامور مشيت تمام، هناخده اعاره، امور مشيت تمام ماشي، ما مشيتش تمام هنشتري منكم، ادينا بيلعب نادي الزمالك وهنلمع لكم اللاعب وهتستفيدوا ماديا. فخفض من مطالبك الماليه، وكمان شاركني في ايه؟ في الراتب بتاع اللاعب. جابوا اللاعب، ونادي الزمالك بقى مسؤول يدي اللاعب المبلغ اللي غرفه المنازعات او فض المنازعات قررت. وقال لك غرفه فض المنازعات في الفيفا بتقرر استحقاق مشلاك مبلغ $520,000 بالفوائد. $520,000 يعني إك السويدي عمل عملته مع نادي الزمالك واشتكى نادي الزمالك ب1,100,000. مشلاك يا عم قول 520، دخلنا في $1,600,000. $1,600,000. عندك التانيين برضو يخش لهم في حوالي 2 مليون، 2,100,000، اديك دخلت في $3,700,000. لسه الواد ده الواد هيجيب ظرافه، ولسه زيزو طبعا ممكن اسبوع 2. ما احنا مش عارفين اتحاد الكره المصري بيعمل معانا كده ليه يعني، وايه الغرض من اللي بيعمله اتحاد الكره؟ ممكن اسبوع 2 والاتحاد لجنه شؤون اللاعبين في الاتحاد المصري طلع قرارها ان زيزو ممكن يقول لك له مثلا 60-70 مليون، دخلت في $1,000,000 او اكتر من $1,000,000 كمان. هتدفع كان بيها، مش هتدفع يروح المحكمه الرياضيه ويجيب لك ايقاف قيد، وهوب يروح كمان ضيف المبلغ بقى ده على ده. بقول لك ابراهيم نضاي له لوحده حوالي 2 مليون، الى جانب الثلاثه غير اللي زيزو، انت خدك في 6 مليون، ولسه $6,000,000 مش 6 مليون جنيه مصري، ولسه ازماتك ومشاكلك وما حلتهاش، ولسه لعيبه لها مستحقات. ده انت هتبيع ايه؟ الارض قبل ما تيجي بيقولك بنفكر نشوف مستثمرين علشان نبيع جزء من الارض، ومع مطور عقاري ومع حواديت ما حدش فاهم حاجه. والوزير مش في دماغه، وادي مجلس اداره نادي الزمالك ماشي ويقول لك احنا اولويه نحل مشاكل نادي الزمالك. هتحل مشاكل نادي الزمالك ازاي؟ هتدفع لنادي الزمالك؟ هتدفعوا لنادي الزمالك يعني؟ هتتحملوا حضراتكم انتوا الازمات بتاعت نادي الزمالك؟ بالنسبه لي طبعا النهارده الذكرى الخاصه ب جمهور النادي الاهلي اللي راحوا ضحايا كارثه بورسعيد ومذبحه بورسعيد، نحتسبهم ان شاء الله شهداء عند رب العالمين. ف
في بورسعيد بعد 14 سنة شفت لافتة، رفعوا لافتة خاصة بجماهير النادي الأهلي. هذه اللافتة كتبوا فيها من بورسعيد، من بورسعيد رحم الله 74 شهيد، دم واحد وطن واحد. يعني شيء رائع، أنا بالنسبة لي شايف شيء رائع. لأن في ناس دلوقتي هتقول لك لا، أو بورسعيد لا، أو لا، والصلح لا. أصل اللي ارتكب ده الجريمة دي عمره ما يكون بني آدم، مش بشر. وانا من اول لحظه بقول ان دول مش اهل بورسعيد، لان اساسا هتحاكم محافظه كلها، هتحاكم محافظه كلها. لكن وفي زي لك في ناس هتختلف معايا، ده في ناس من بورسعيد كتير جدا اهلاويه وبيشجعوا النادي الاهلي، فتحكم على مجموعه طبعا زي ما بقول لك كده، الاجماع غلط في كل شيء. المجموعه دي كلها ناس صالحه غلط، الفئه دي كلها ناس وحشه غلط. بورسعيد زيها زي اي محافظه في مصر، فيها الصالح وفيها الطالح. ويعني ربنا يرحم شهداء النادي الاهلي، او يعني اللي راحوا ضحايا لهذا الحادث الغادر، نحتسبهم شهداء باذن رب العالمين، وربنا يهدي الاجواء ان شاء الله باذن رب العالمين. قول لي رايك ايه في اللافته اللي عملوها اهلنا او اهل بورسعيد فيما يخص احياء ذكرى شهداء النادي الاهلي. النادي الاهلي اللعيبه بتبقى زي الطلق، بنقول طلق يعني رهوان، عارف الرهوان بتاع فيلم عسل اسود بتاع احمد حلمي، اللي هو بقى عسل اسود خالص، احمد حلمي بقى عسل اسود خالص. المهم لما ركب وخد الحصان، والحصان ماشي تات 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 تات، وقف وتب، جه بقى مرحله وقف وتبت مش عارف ايه، فكلم صاحبه فقال له حط التليفون على ودنه، وقال له على البيت يا رهوان. رهوان فك، الحصان اللي ما كانش قادر يمشي وبيجرجر رجليه بالعافيه، عامل زي ما يكون مجرجر رمل في رجليه ورابطينه بشكاير رمل، بقى طار زي الرهوان. ما اعرفش اللعيبه عندنا بالنسبه للنادي الاهلي بتحصل معاه نفس القصه دي ليه؟ يعني ما اعرفش ايه السبب او ايه المبرر يعني. ليه بقول الكلام ده؟ اشرف داري زي الطلاق بره يجي يتصاب عندنا. اللاعب كموش لسه ربنا يحفظه، لسه جايبينه عملنا البرومو، ولا الاهلي اعلن عن تعاقد النادي الاهلي مع كمويش، بيقول لك خارج قائمه مباراه البنك الاهلي. ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ قال لك لسه يعني هو عنده برد، نزلت برد جديده، والجهاز الطبي هيحسم مشاركته في مباراه في ميران الاهلي. من هنا لحد يوم المباراه هل هيشارك ولا هيفضل ايه الموضوع اللي ملازم النادي الاهلي، والاصابات اللي بتصيب اللعيبه كده اول ما تيجي النادي الاهلي، ربنا يسترها ان شاء الله. مصطفى قبيل النادي الاهلي، طبعا اتكلمنا عن عودة الفخوري ووالد عودة الفخوري واللي عمل والد عودة الفخوري، وقال لك كل حاجه في التمام، ونادي بيراميدز ناس احترف بعد ما كان بيقول معدوم الاحترافيه ومفيش احترافيه ولا في التزامات ولا وفاء بالعقود ولا العهود ولا راح ضارب واحده كده، قال لك ده هو في احسن من بيراميدز، يا ريت كل الناس زي بيراميدز. فاعلنوا عن عودة الفخوري، وتواجد عودة الفخوري ووالده بتاع في مدرجات ماتش النهارده نهضة بركان وبيراميدز، انتهت بفوز بيراميدز 3. وطبعا كان من شويه مباراه المصري ونادي الزمالك، الزمالك فاز 2-1 على النادي المصري. الزمالك جات له ضربه جزاء سجلها وسددها حسام عبد المجيد، المصري جات له ضربه جزاء سددها صلاح محسن، ثم هدف فوز نادي الزمالك في الشوط الثاني لعدي الدباغ يعني. فنرجع تاني لقصة محترف النادي الأهلي تحت السن عودة الفخوري طار. بقى كنا اتكلمنا عن مصطفى قبيل لاعب نادي أربيل العراقي، صحف عراقية اتكلمت، صحيفة ألترا عراق اتكلمت وقالت ان مصطفى قبيل متمسك باللعب للنادي الأهلي في الانتقالات الحالية. وبعض الأنباء قالت إن مصطفى قبيل أعلن الإضراب عن اللعب مع نادي أربيل حتى يتم منحه الاستغناء للانتقال إلى صفوف النادي الأهلي.
والنادي الاهلي بيحاول مع نادي اربيل، ومفاوضات ماشيه. لكن زي ما قلت حضراتكم نادي اربيل والمدير الفني لنادي اربيل العراقي متمسكين باللاعب وعاوزين اللاعب يكمل معاهم حتى نهايه الموسم يعني. في بيان رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن عدة أمور. من هذه الأمور أن الاتحاد المصري لكرة القدم قال أن مصر هتنتوي أو تنتوي، لكن الشيطان فهلوي، قال لك هتنتوي انها تتقدم بطلب للاتحاد الافريقي لكرة القدم لاستضافة كأس افريقيا لنسختي 2022 او 36. يعني هنقدم هنا وهنقدم هنا، رست علينا 32 ورست علينا لسه بقى مين يعيش 32 36. ربنا يدينا ويديكم صح. كمان اعلنوا الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين جمال العاصي. جمال العاصي طبعا عارفين في الازمه الاخيره بتاعت كابتن محمود الخطيب والانتخابات قاعد يخبط في النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب يعني. الاتحاد المصري وكل اي حد بيخبط هتلاقي له مكان وهتلاقي له منصب يعني. جمال العاصي هو والد محمد العاصي، وكيل لاعبين يعني، وذو علاقه جيده بتركي آل الشيخ، واللي كان مسؤول عن نادي الميريا اللي كان بيعمله مهم يعني. الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن تعيين الأستاذ جمال العاصي رئيسا للمنظومة الإعلامية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم. كمان رابطة الأندية لكرة القدم أعلنت عن العقوبات الخاصة بالجولة الجولة الأخيرة اللي اتلعبت في الدوري المصري. رابطة الأندية أعلنت إيقاف حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية 5000 جنيه بسبب حصوله على 3 إنذارات. كمان إيقاف المدير الفني لنادي بيراميدز كونيسلاف يوريتيتش المدير الفني لبيراميدز، إيقافه مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه نظرا لحصوله على إنذارين في المباراة الماضية. عمال يتنط وكل ما يقول لك عايزين بيعاقبونا على البطولات. يا راجل يا راجل، ده انت لو بصيت لنفسك في المراية هتطرد نفسك كل 5 دقائق، كل 3 دقائق هتطرد نفسك يعني. نادي الإسماعيلي اللي تعرفين طبعا كان الوزير دكتور أشرف صبحي أقال مجلس إدارة نادي الإسماعيلي وحولهم للنيابة بسبب بعض المخالفات اللي من وجهة نظري ما تجيش عشر المخالفات اللي في نادي الزمالك. ومع ذلك النيابة بتحقق في مخالفات تخص نادي الزمالك مع جهات خارجية أملاكها تعد أملاكها، ومع ذلك الوزير لم يتدخل ولم يقم بحل مجلس إدارة نادي الزمالك ولم يعين لجنة مؤقتة يعني. فحل مجلس إدارة نادي، يا راجل ده في واحد طالع بيقول لك تم حل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عشان دفعوا فلوس من جيبهم. مهم ما علينا، تم حل المجلس وتم تعيين لجنة مؤقتة. الظروف في النادي الإسماعيلي مش أحسن حاجة، الأمور المادية والمشاكل وفي إيقاف قيد ومديونيات واللعيبة ولها مستحقات، والإسماعيلي يعني احنا عمالين نقول بيحارب وبيصارع على البقاء. إسماعيلي مفيش فيه فلوس، إسماعيلي مفيش فيه لعيبة، اللعيبة هم دول قافلين علينا، هم دول، ولا في فلوس ولا في أي حاجة، ومدرب يمشي ومدرب المهم. اللجنة المؤقتة قالت أنا مش قادر أدير بقى خلاص، تقدموا زي ما فيش فلوس، أجيب منين يعني. طلعوا بيان قالوا فيه تتقدم لجنة إدارة النادي الإسماعيلي بخالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومعالي لواء أركان حرب طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية على ما قدموه من دعم مستمر ومساندة دائمة خلال فترة تولي اللجنة للمسؤولية، وكذا الشكر للشركة الراعية لسرعة توفير مستحقات النادي لسداد بعض الغرامات. وتؤكد لجنة إدارة نادي الإسماعيلي بأنها قد قبلت تحمل المسؤولية لوجود مفاوضات مع شركة استثمارية كبرى لحل مشكلات النادي المالي، وأن اللجنة قد تسلمت النادي مثقلا بالديون المتراكمة على فترات سابقة ومنها الديون الداخلية لأفراد وجهات مختلفة إلى جانب الغرامات الدولية التي تسببت في إيقاف القيد المحلي والدولي، وأن اللجنة منذ أن تولت المسؤولية قد بذلت قصارى
قصارى جهدها لتوفير التمويل اللازم لسداد قيم الغرامات الدولية المستحقة على النادي. وبالفعل قامت بإنهاء مشكلة اللاعب التي كادت أن تتسبب في خصم 6 نقاط من النادي. وقال لك ايه، خصم 6 نقاط من النادي، ويتبقى القسط الثالث واجب السداد قبل 15 فبراير، ومتوفر منه جزء كبير من حساب النادي في حساب النادي. وكذا سداد غرامة المدرب الاسباني، وسداد قيمة عقوبتين للاتحاد الدولي، وانهاء التفاوض على آلية السداد لباقي اللاعبين لحين توفير المبالغ المطلوبة. وبالاضافة الى تأسيس شركة النادي الاسماعيلي لكرة القدم تمهيدا للاستثمار المستقبلي في نشاط كرة القدم. واللجنة توضح للجميع انها توضح انها لم تكبد النادي اي ديون جديده طوال فتره تولي المسؤوليه، وانه ليس لاي من اعضاء اللجنه بكامل تشكيلها اي مستحقات ماليه. المهم يعني، وقد تمسكت اللجنه بالامل حتى تاريخ تحسبا لامكانيه انهاء التفاوض مع المستثمر. كانوا عاوزين شركه استثماريه ومستثمر يوفر لهم، يعني يدخل يشيل نادي الاسماعيلي كده، يعني مساهمه ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. يعني قال لك مع توفير المبالغ المطلوبه لسداد غرامات مستحقه على النادي لرفع ايقاف القيد، الا ان التوافق على شروط التعاقد ما زال يتطلب مزيد من الوقت حتى تتحقق افضل فائده للنادي، دون ان يؤثر التعاقد على كيان وهويه وملكيه النادي ومكانته التاريخيه، وان يقدم النادي ان يقدم النادي اي تنازلات امام اي ضغوط تحاول استغلال الأزمة التي يمر بها. نظرا لاستمرار عدم توفر المبالغ لسداد الغرامات الدولية المستحقة على النادي، بالإضافة إلى ديون النادي الأخرى لجهات وأفراد مختلفة، فإن اللجنة قد تقدمت باعتذار لمعالي وزير أشرف صبحي وزير شباب الرياضة عدم استمرار في أداء مهمتها، وضعت الأمر بين يدي. أتمنى أنهم يكملوا، يعني ما أصله اللي هيجي مش. وبعدين ما عادش بقى رجال اعمال يدفعوا ويصرفوا وبتاع. عموما كل التوفيق للنادي الاهلي باذن رب العالمين. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته. استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. شكرا على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.